بقول لك ايه، هو انت عمرك ما سالت نفسك سؤال؟ سؤال زي ايه؟ يعني هو ليه مثلا الزنا حرام؟ يعني ايه اللي هيحصل يعني لما واحد وواحده يناموا مع بعض في الحرام؟ ما بعزوش حد، ايه اللي هيحصل؟ ايه المغزى يعني من تحريم الزنا؟ مش فاهم. هما الاثنين اصلا ما بعزوش حد، ما اعتقدش يعني في ضرر واضح بيقع عليهم، بالعكس الاثنين شكلهم مبسوطين وخليهم مع بعض. يا متشدد انت. هو الموضوع هو فيه ان الاثنين حبوا بعض، بعد كده ارتاحوا لبعض وحصل اللي حصل. احب اقول لك اللي انت غلطان، الاثنين دول اذوا كتير قوي كمان، والضرر اللي هم عملوه كبير قوي وهتعرفوا دلوقتي. ممكن كمان ده اللي هم عملوه ما يبقاش عليهم هم بس، ضرر كمان ممكن يبقى على الناس اللي عمرها حتى ما نامت مع واحده في الحلال. انا هقول لك ازاي. هو انت عارف في دراسه اتعملت اللي فيه سنويا 73 مليون حاله اجهاض بتحصل بسبب الزنا؟ قلت لي كام؟ 73 مليون بني ادم. كم؟ خلاص بقى، تخيل في 73 مليون طفل بيموت بسبب الاجهاض. ولازم تعرف كمان الاجهاض دوت حاجه مؤلمه قوي، قد تكون انها مرعبه لما تشوفها بتحصل ازاي. زي ما انت شايف في الفيديو كده، الدكتور اول حاجه بيعملها انه بيدخل المشرط في الرحم، وطبعا الجنين لسه بس اتكون في المرحله ديت، فعظمه بيبقى طري، فلما يشد الجنين بيطلع شويه الايد شويه يطلع الرجل، لان الجنين في الوقت دوت لسه بيبقى طري. والمشكله بقى هنا تكمل في الراس، لان الراس لسه ما اتكونتش ولسه طريه ولسه هشه قوي، فالدكتور لما يجي يشدها طبعا بتتفتفت على حته حته، فبالتالي يطلعها حته حته. ولازم تعرف كمان ان الزنا لو كان منتشر الراجل اصلا ما كانش هيتجوز، لان فكري فيها كده، يتجوز ليه طالما هو خد اصلا اللي هو عايزه؟ يعني الراجل اصلا ياخد اللي هو عايزه محتاج اولا انه يروح يكلم ابوه او يطلبك من اخوك، بعد كده يدفع المهر ويجيب لك الشقه ويجيب العفش اللي انتوا هتقعدوا فيه. لازم كمان لما يتجوزك الموضوع ما يبقاش كتيمي كده، لازم يعرف اكبر عدد من الناس علشان الناس لما يشوفوكوا انتوا الاثنين ماشيين مع بعض ما يقولوش عليكي كلمه وحشه. وكمان لما يتجوز هل الموضوع انتهى؟ لا، الموضوع ما انتهاش، ده احنا يا دوبك بنبتدي. عد معايا كده المفروض يعمل ايه؟ يصرف عليك ويحميكي، ولما تخلفوا هو اللي يصرف عليك، وملزم انه يشوف طلباتك، وانه يبقى مقيد بيكي انت بس، يعني ما يخونكيش. ازاي بقى بيحل المشكلات دي كلها خالص؟ هو بقى لما طالب انه يجي يتقدم لك ولا يروح يكلم ابوكي ولا يجيب لك المهر ولا انه يجيب النيش. وكمان لازم تعرف ان ازاي كمان بيسبب نقص عدد البشر، لان الزنا اصلا غرضه هو المتعه بس، مش غرضه انك تخلف عيال وتربيهم وتخليهم حاجه صالحه للمجتمع. لان اللي انت مش عارفه ان ربنا خلق لك الشهوه مش عشان تستمتع بيها بس، الغرض الاساسي ان ربنا خلق لك الشهوه هي انك تتجوز وتصبر على مراتك ومراتك تصبر عليك، عشان لما تخلفوا تصبروا على العيال وتربوهم كويس ويكون حاجه مفيده للمجتمع، عشان البيت يعرف يستقر، عشان البيت يمشي. لان لولا الشهوه انت اصلا ما حدش كان يتجوز ليه؟ والشهوه غرضها انك تتجوز وتجيب عيال ويرازوهم في الشارع. يعني تخيل مثلا ان كل سنه عدد البشر بينقص مش بيزيد، حاليا عدد البشر في تزايد مستمر كل سنه، لكن تخيل بقى ان العكس، ان كل يوم عدد البشر بينقصوا. لو حصل كده دي مصيبه سوداء، لان البشر اصلا ما ينفعش ينقرضوا، هم مش دب باندا ولا حيوان نادر هنحط في محميه هنحافظ عليه. البشر هم اساس الحضاره، البشر هم اللي عملوا الحضاره، ما ينفعش تماما انهم ينقرضوا. وانت ممكن تقول لي انا بصراحه ما اقتنعتش بكل الكلام اللي انت قلته، انا عايز دلائل اكتر. طب والله ما هكسفك، خد دي كمان. هو انت عارف ان لو الزنا كان عادي في مجتمعك انت كان يحصل فيك حاجه من 3 حاجات ما لهمش رابع؟ قول لي حاجه زي ايه يعني، وترتني. انا هقول لك، اولا انك تبقى مرمي في الشارع، لان ابوك بعد ما عمل عملته هو مش عايزك خلاص، خد غرضه من الست بعد كده خلع. او ممكن تبقى مرمي في صندوق زباله، لان انت ما تعرفوش ان في بريطانيا ممكن لو انت فتحت صندوق زباله هناك ممكن عادي جدا تلاقي طفل مرمي في الشارع، لان الاب والام بعد ما عملوا عملتهم هم مش عايزين عيال، مش عايزين وجع دماغ، هم استمتعوا واخدوا كل اللي هم عايزينه والعيال يترموا في الزباله. او ممكن تفوق وتلاقي نفسك مرمي في دار ايتام. ونيجي بقى لتاني احتمال، هو انك اصلا ما تبقاش موجود، يعني لا زباله ولا شارع ولا دار ايتام، لان ست الكل هي اصلا ما كانتش عايزاك فراحت اجهدتك عند الدكتور. طيب للاسف ساعتها ما كناش هنشوف وشك السامح دوت ولا نسمع اسئلتك الغبيه. وتالت احتمال بقى هو زي ما تقول كده هو احسن من الوحشين، يعني اللي هو انك تتولد ومفيش دار ايتام ولا زباله ولا شارع ولا اي حاجه، بس هتتولد من غير اب، لان الحاج ربنا يبارك له خد اللي هو عايزه من الوالده، بعد كده طار، والحاجه ربنا يجزيها خير قررت انها تربيه، وده الامهات دي مفيش زيهم. طب انت لحد دلوقتي مش مقتنع؟ تمام يا عم معاك. طب اسمع دي، هو انت عارف ان في بريطانيا ان 51% من الاطفال بيتولدوا خارج اطار الزواج؟ طب هو انت عارف ان في فرنسا، ايوه فرنسا اللي انت عارفها اللي فيها برج ايفل دي، اللي في 2016 بلغت نسبه الولاده خارج اطار الزواج بنسبه 60%، يعني تخيل 40% بس هم المولودين ولاده طبيعيه مع ابوهم وامهم. لو انت ما تعرفش حابب اقول لك ان في برنامج شهير كده اسمه ما اعرفش في امريكا ولا في اوروبا، ما اعرفش بيتعمل فين، اسمه يو ار نوت ذا فاذر، يعني انت لست الاب. الموضوع باين من العنوان. البرنامج ده عباره عن ايه؟ بيجيب الاب والام بيعملوا تحليل دي ان ايه للطفل عشان يشوف الاب دوت ابوه ولا لا، وطبعا الاب ساعتها بيقيس البرنامج دوت غير لما يكون شاكك او شاف علامات كده ان مراته بتلعب بده. طمني الولد بيطلع ابنه في الاخر؟
الاخر ليه طبعا الراجل مش هيفضل يصرف على واد اصلا مش ابنه حقه. الواد الحمد لله اكيد طبعا الواد بيطلع ابنه في الاخر والموضوع بيمشي. احب اقول لك اللي انت غلطان، بس انت ما تعرفوش هو ان بنسبه 90% العيل ما بقاش ابنه. قلت كام؟ 90%. كام يا عم؟ ما خلاص بقى. ولازم تعرف كمان ان الزنا بيدمر الاسره. ممكن الراجل يخون مراته والست تخون جوزها، فده بدوره طبعا بيدمر الاسره. كمان احنا اتفقنا ان ربنا خلق لك الشهوه عشان تعرف تربي عيالك، تستحمل مراتك ومراتك تستحملك، تربوا العيال ويكونوا كويسين وموجودين في المجتمع وفعالين فيه. وغير كمان طبعا الامراض اللي بتظهر. طب انت ممكن تقول لي هو الامراض دي بتظهر ليه؟ يعني ايه المغزى يعني الامراض دي بتظهر؟ ايه السبب العلمي الامراض دي بتظهر؟ انا سعيد انك سالت السؤال دوت، بس عشان اجاوبك ممكن بس تقرب شويه؟ لا قرب كمان. هو انت تعرف اصلا ان الست ربنا خلقها ان راجل واحد بس هو اللي ينام معاها؟ اللي بيحصل لما الست تكون بتنام مع كذا راجل، السائل المنوي بتاع الراجل غريب مع السائل المنوي بتاع الراجل دوت وهكذا وهكذا بتجمع فيها، فبيحصل الامراض الغريبه اللي احنا بنسمع عنها. لو سمحت بس انا عايز اقول لك بقى اللي انت راجل مش بتفهم، تحترم نفسك اهو. لا انا قصدي يعني اللي انت في حاجه مهمه قوي فاتتك. طب ما انا بقى ممكن احل الموضوع دوت باللي انا البس وواكي ذكري وبس كده حل كده، مفيش لا اطفال هيجوا ولا امراض هتظهر. يا عبيط يا عبيط، ما ربنا اصلا خلق الشهوه علشان تجيب عيال. انت لما تحط الواكي الذكري ما هو انت كده مش هتجيب عيال وبرضه البشريه هتنقرض، يبقى احنا كده ما عملناش حاجه. ما فيش عيال انت هتربيهم ويكونوا مفيدين في المجتمع. وفي سبب كمان ان ربنا حرم الزنا عشانه واللي هو الاكتئاب. طيب الاكتئاب بقى انا هتكلم من منظور ديني. اللي بيحصل بمنتهى البساطه ان الزاني اصلا هو بيطلب اللذه مش كده عشان يستمتع، فربنا بيعاقبه ان بيحرمه من كل لذات الدنيا، فما بيعرفش يستمتع بحاجه، فاللي بيحصل ان بيروح ينط نطه السكر. لكن يا عم ابسط، انا مش هقول السبب الديني خالص، انا هقول لك السبب العلمي البحث. زي ما احنا عارفين ان الدماغ بيفرز دوبامين لما تكون بتستمتع بحاجه، يعني لما تشرب كوبايه شاي تروح تتمشى الدماغ بيفرز شويه دوبامين كل ما تعمل حاجه عشان تخليك تستمتع، يديك الحافز. وطبعا بما ان البنات هي اكتر حاجه الرجاله بيحبوها وخاصه في اثناء العلاقه، الدماغ بيفرز كميه دوبامين هايله او كميه دوبامين عاليه قوي اثناء العلاقه سواء للراجل او للست. فاللي بيحصل لما الراجل ان لما ياخد الحاجات دي من غير قيود وبسهوله وكل يوم مثلا، فاللي بيحصل ان دماغه بيبطل يفرز كميه الدوبامين ديت علشان دماغه هو اصلا متوقع منه انه عايز كميه المتعه ديت دايما، مش عايز غير كميه المتعه دي خالص، ما ينفعش حاجه اقل من كده بكتير. ما تفهمنيش انك لما تشرب كوبايه شاي زي. نيجي بقى الموضوع اختلاط الانساب. يعني ايه اختلاط الانساب؟ اختلاط الانساب بمنتهى البساطه ان ابوك الراجل الطيب الجان الباد بوي اللي كل البنات بتحبه دوت انه ينام مع كذا واحده، طبعا كل واحده فيهم خلفت الواد، فابوك الراجل الشقي دوت بقى عنده كذا عيال في نفس الوقت، وانت بقى عندك اخوات انت ما بتعرفش عنهم اي حاجه، رجاله بنات كل اللي نفسك فيه. انت لما تيجي تتجوز ممكن يصادف مثلا انك تفاجئ انك اتجوزت. ايوه، لان الموضوع ده انتشر ممكن يحصل كده، لان الراجل الواحد ممكن يخلف كتير قوي وما تعرفش مين اختك ومين اخوكي وما تعرفش اي حاجه. لكن لما ابوك يكون راجل محترم كده ويتجوز امك بالحلال، يبقى انت واخواتك كلهم ملمومين في بيت واحد، تبقى عارفين بعض يعني مفيش لخبطه. وطبعا ما تنساش الخيانات اللي هتحصل لو الزنا انتشر، يعني ممكن الست تقرطس الراجل او الراجل يقرطس الست، وطبعا لما يحصل كده احنا عارفين. ايوه، وطبعا لما يحصل كده احنا عارفين هما بيعملوا في بعض ايه. طب انت ممكن تسالني سؤال منطقي كده، هو ليه ربنا بيكره الزنا قوي كده؟ يعني هو ليه لما واحد يزني مثلا ربنا بيغضب عليه قوي كده وبيعاقبه وبيفقره وبيعملوا حاجات؟ ليه؟ ايه السبب؟ ايه المغزى يعني؟ اقول لك لانك اصلا انت حطيت الشهوه في المكان الغلط. ربنا مش خلق لك الشهوه علشان تستمتع بس، ربنا عملها لك عشان تتجوز وتخلف عيال وتربيهم تربيه كويسه ويكونوا مفيدين في المجتمع، وانك تحافظ على مراتك وتديها حقوقها. لان اللي انت ما تعرفوش ان الزنا في مصلحه الراجل والجواز في مصلحه الست، لان الراجل خد كل اللي هو عايزه وخلاص، والست عايزه الحب والامان. طيب الراجل عشان يوصل لك بقى في الحلال وطلب انه يعمل ايه؟ انه يروح يتقدم لك وانه يجيب لك المهر ويجيب لك الشقه ولما يتجوزك يصرف عليكي وطالب انه يحميكي وكمان يشوف طلباتك. لكن الزنا بيوفر على كل ده، لان الراجل خلاص هو خد الحاجه اللي هو عايزها منك. ايه هي الحاجه اللي بتزعل البنات في الكومنتات؟ جسمك. وكمان الزنا بيخليك عامل زي الحيوانات بالظبط، لان في الحيوانات الاب بيلقح الانثى بعد كده بيخلق زي الحيوانات بالظبط. عايز تلقح وتجري يلا. وفي حاجه كمان انك تعمل حساب المنافسه. لو الزنا كان منتشر، منافسه ايه منافسه ازاي يعني؟ يا عم اهدى حاضر هقول لك. المنافسه انك هتبقى مطالب تنافس رجاله كتير قوي لمست مراتك قبل ما تتجوز. طب انت ممكن تقول لي انافس من حيث ايه بالظبط؟ هتنافس من حيث الحجم والاداء. يعني بمنتهى البساطه الزنا لو كان منتشر يبقى لازم تعمل حسابك انك تطوله شويه. اقصد بالك يا حيوان. اتمنى اكون وضحت لك ليه ربنا حرم الزنا وربنا بيكرهه ليه. لازم تعرف كمان ان الزنا دوت جريمه واكبر جريمه، جريمه في حق نفسك وجريمه في حق المجتمع. ولازم تعرف ان ربنا مش بيحرم عليك حاجه غير لما تكون فعلا مضره ليك. يا ريت تدعمني يا بيبان لو تقدر، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب.